يعني استاذ سليم والاستاذ محمود، يعني انا اعلم انك يعني كلاكما يتمتع بخفة ظل كبيرة. ايه موضوع صباع الكفتة ده؟ وقال لك انه احتمال يكون علاج بالجن وبالطريقة الجن، انما يعني علميا انسى الموضوع، لا كفتة ولا بقدونس ولا اي حاجة خالص. هي فقرة فكاهية ضاحكة يعني. البقدونس عشان ينزل الدهون من الكفتة. تمام. يعني لا هو انت عارف لو حضرتك لو ناخد المسألة بجدية شوية وبدون تهكم. هو ينفع؟ ما اتكلمنا بجدية، بس هقول لك يعني انا ولا الاستاذ سليم ولا حضرتك يعني اطباء، والاطباء اللي بيتكلموا عن بعد، يعني ما حدش درس وشاف ايه الموضوع. ولا كانت لا، هو قال يعني كل الاطباء قالوا ان هناك مراحل وبتبقى في براءة اختراع، ويعني كل العلماء يقولون ان هذا بصراحة بجدية يعني فعلا مثار للتندر. احد الاطباء في مصر قال لك انه يعالج كل الفيروسات، وممكن تبقى انت حضرتك في الغرفة الثانية، ويعني مش عارف. لا، ما هو في الغرفة الثانية ده يعني طيب انا يعني مش عارف. حاول يا استاذ سليم لو انا طبيب، لو انا بس اعرف ارد يعني عليك. انا مش عارف. ما هو ده رد الاطباء استاذ. يعني هو انا عايز ادي بس بعد جدي لهذا الموضوع لهذا حقيقه. يعني احنا مش اطباء طبعا ولا علماء ولا بتاع، انما يعني هذه الصيغه التي جاءت في هذه الفقره من هؤلاء الناس تؤكد انك انت امام يعني ابو لمعه. كان عندنا زمان برنامج فكاهي في الاذاعه اسمه ابو لمعه، الراجل الفشار اللي بيكذب. يعني دون بالضبط احساس، كما لو كنا بالضبط امام فقره من فقرات ابو لمعه الراجل الكذاب اللي بيقول اي كلام، اللي بيعمل فنجان البق. يعني لا يمكن ابدا. لا، بس المشكله انه هذا الامر كان يعني بحضور المشير السيسي والمستشار عدلي منصور والكل، يعني لم يكن، واحتفى به التلفزيون المصري، عرض فيلم الشؤون المعنويه يعني مش عارف. طيب يعني التلفزيون المصري احتفى بيه بناء على الكلام اللي قالوا يا استاذ محمود فين بناء على الكلام التلفزيون المصري. يعني ساقول لك ما قاله. قول مثلا. ما قاله والله ليس دفاعا عن الطبيب، لا مش دفاعا. اذا كان الدكتور، اذا كان عصام حجي المستشار العلمي للرئيس قال انه الامر لم يتضمن تفاصيل، وفوجئ به المشير وفوجئ به الرئيس، فانا لا ادري يعني هل يمكن. شوف، يعني اولا في حاجه اسمها اختراع عظيم جدا، بهذا الاختراع يعالج كل شيء. يعني طيب انا مش عارف كيف، يعني هناك صعوبة في الحقيقة ان ننتقل من هذا الموضوع الى الحديث بجدية عن امر اخر. لا تنتقل لحد ما يخلص الاستاذ سليم ضحكته. طب اقول لك ايه؟ طيب يعني اقول لك المستشار مسولبخني برضه، المستشار العلمي هو طبيب ولا انا معرفوه هو طبيب؟ نطلع من الفقره انا اقترح ان فعلا ان احنا نطلع من الفقره دي. هي فقره حساسه شويه، فقره مسخره. لا على كل سنذهب ربما الى موضوع اخر.